العربية تاع بلاك الدولة، ولكن نظرا لتواجدهم بعدة سنوات كان فيه في إطار كان فيه مرسوم ما يسمى بالقانون المشترك رقم 108 تاع 2011 اللي يمكن للفلاحين باش تسويوا لهم الوضعية، وهذه كذلك عملية بادرنا فيها على مستوى الولاية من أجل إعطائهم أكثر ضمانات واسترجاع أراضيهم. كان في عمل كذلك في ميزانيات البلديات وخاصة ميزانية الولاية، راح نسجلوا عمليات من أجل يعني تحسين وضعية الفلاحين اللي متواجدين في أماكن معزولة وأماكن جبلية وأماكن بعيدة واللي هجروها خاصة في السنوات المعروفة. يعني كنا راح نقوم بعملية في إطار ميزانية الولاية حوالي راح تمس 300 هكتار من أجل نسمح لهذا المواطنين كذلك باش يقدوا يقوموا بأعمال فلاحية على مستوى المناطق اللي يسكنوا فيها. نعم، نرجع للمجال غزو الإسمنت المسلح للمستثمرات الفلاحية. هل في إجراءات في هذا الخصوص للقضاء على هذه الإشكالية سيدي الوالي؟ طبعا هو في إجراءات اليوم أصبحت الإجراءات وطنية. نعم. هو حتى لو كان على مستوى الفلاحي على المستوى المحلي أردنا أن نتدخل في أراضي فلاحية أصبح غير ممكن اليوم. اليوم فيه عملية تاع استرجاع الأراضي الفلاحية من أجل بناء مهما كان الهيكل، سكنات أو مدارس أو مستشفيات. فيه يعني لدى الكونسي انترمينيستيريال اللي راه يجتمع على مستوى الحكومة اللي يقرر ما هي المشاريع اللي تستاهل أن يتم استرجاعها. إذن حتى لو كانت إرادة على مستوى المحلي تبقى غير ممكن يعني التوصل إلى النتيجة لولا قرار هذه الهيئة. يعني السلطات العليا. نتحدث الآن عن المجال السياحي سيدي الوالي، باعتبار أن الولاية ذات شريط ساحلي طويل ومتميز، تتوفر على شواطئ جد خلابة، مناظر رائعة، إلا أن نقص وغياب الهياكل الإيواء، الاستقبال، الهياكل الفندقية، المرافق الضرورية التي يبحث عنها الوافد إلى ولاية شلف والسائح سواء كان وطني أو أجنبي، تصعب من مهامه. أصبحت الآن من السياحة من بين الحلول البديلة للنفط. ماذا تعتزمون القيام مستقبلا لإنعاش القطاع السياحي؟ هي ولاية شلف لها 120 كيلومتر من ساحل بحري، مناظر خلابة، مناطق هائلة، استقطبت على كل حال الكثير من الروبورتاجات دولية عالمية. يعني كان حتى لو نشوف يعني شلف من علي من فوق، المناظر رائعة جدا، فيها منابر يعني معروفة ديفار تريز امبورطون، لكن فيه كذلك بعض المشاكل فيما يخص تضاريس المنطقة. نعم. المنطقة جبلية، المنطقة يعني تعرف انجرافات الأرضية ما تسمح لهاش باش تتطور أكثر من اللازم. فيه كذلك إشكال فيما يخص الأراضي الفلاحية المتواجدة هناك. نعم، في المناطق الجبلية. ولكن كان في قرار من الحكومة من أجل إنشاء 10 مناطق توسع السياحة. اليوم عندنا 3 منهم اللي راهم فيه يعني قرار على أن ننشئهم وراهم منشئين يعني قانونيا. نعم. هذه أولا. العمليات فيما يخص تهيئة هذه الأراضي راهي متواجدة، الدراسة متواجدة، والمبالغ المالية كذلك متواجدة. أكثر من ذلك حتى المؤسسات اللي ممكن أن اللي راح ينجزوا هذا كل ما يخص تهيئة هذه ال3 مناطق السياحية راهم موجودين، ننتظر إلا الضوء الأخضر. في إطار التعليمات اللي أسندت لنا من طرف الحكومة، خاصة سيد الوزير الأول طلب منا أن نباشر في إعطاء الضوء الأخضر للمستثمرين الذين يريدون الاستثمار في السياحة قبل ولا عن بداية أشغال التهيئة. يعني عند البداية نطلب من المستثمرين نكونوا معروفين، نعطوهم العقود، عند نهاية التهيئة يكونوا هم كملوا الدراسات تاعهم،
يقد يكون عندهم العقود يقدوا مباشرة يدخلوا باش ينجزوا المشاريع تاعهم. نعم. في إطار تقدم لهم تسهيلات، هؤلاء المستثمرين تقدم لهم تسهيلات طبعا. وضمانات. أول تسهيلة التي قدمت لهم في ولاية شلف هو أننا عينا المستفيدين. نعم. قبل بداية الأشغال أن 200 مستثمر في السياحة اللي راح يستافدوا من أراضي في مناطق التوسع السياحي. كان في إقبال كثير، وكنت أنا شخصيا أترأس اللجنة هذه باش نعطي مصداقية إلى العملية. نطلب من الإخوان اللي تقدموا أن طلبوا منهم هل لهم عندهم تجربة في الميدان أولا قبل كل شيء، هل لهم الإمكانيات المالية من أجل يعني إنجاز هذا المشروع، وهل عندهم التجربة الكافية بعد إنجاز هذا المشروع باش يتموا في تسييره. إذن كان في إقبال كبير، في إقبال حتى خارج الولاية، نظرا لقرب مناطق هذه الساحلية من ولاية الجزائر، ولاية تيبازا، وولاية بليدة، خاصة من الجهة هذه الوسطى، وين كان في علاقات حتى علاقات عائلية ما بين هذه الولايات وولاية وبعض المواطنين ولاية شلف. يعني فيه تقارب، وبالتالي فيه طلب من ولايات أخرى، من المستثمرين من ولايات أخرى من أجل الاستثمار في هذه المناطق اللي إن شاء الله راح تبدل وجهة الجهة الساحلية للولاية. نعم، وتعطي لها دفع طبعا. وما دام تحدثوا على طول الشريط الساحلي، الولاية توفر أيضا على إمكانيات كبيرة في وثروة سمكية كبيرة. هل فيه أيضا استثمار في هذا الخصوص، تثمين الثروات البحرية؟ طبعا مع 3 موانئ نظن باللي فيه تثمين للثروات المائية اللي هي ثروات هائلة. فيه كذلك ميناء تجاري اللي متواجد اليوم على مستوى مدينة نسر، اللي راه فيه دراسة من أجل توسعته، راح يعطي نفس جديد لهذا الجانب، وخاصة من الجانب الاقتصادي. نعم. نظرا لتواجد كذلك الطريق اللي يربط مدينة تونس مع طريق السيار، اللي راح يفتح آفاق جديدة للمنطقة ككل، لتصبح يعني منطقة هامة وهامة جدا. نعم، ما دام تحدثنا على الطريق اللي يربط تونس شلف بالطريق السيار شرق غرب، نتابع الروبورتاج التالي الذي يستعرض من خلاله الزميل هذا الطريق وأهميته الاقتصادية. نتابع ثم لا نعود. المشروع سيربط ميناء تنس بالطريق السيار شرق غرب وولاية تيسمسيلت على مسافة 220 كيلومتر، ومن شأنه فك الخناق عن الطريق الوطني رقم 19، إضافة إلى الدعم للقطاع السياحي والصيد البحري وقطاعات أخرى. الأشغال انطلقت بشهر مارس 2015، من شأنه فك العزلة عن العديد منها، خاصة من الجهة الجنوبية لولاية شلف والشمالية لولاية تيسمسيلت، وكذا تعزيز وتدعيم القوة الاقتصادية للطريق، لا سيما في تسهيل عملية التسويق داخل الوطن وعملية التصدير عبر ميناء تنس. هذا المشروع انطلقت به الأشغال على مسافة أو على الشطر الأول على مسافة 22 كيلومتر من الطريق السيار شرق غرب إلى غاية بلدية بوزغاية. يتضمن هذا المشروع 4 محولات. المحول الأول على مستوى طريق السيار شرق غرب، محول الشطيات، ثم محول بلدية ولد فارس، ثم محول بلدية بوزغاية. مشروع ينتظره مستعملو الطريق الذي سيساهم دون شك في التقليل من معاناتهم ودعم الحركة التجارية بميناء تنس. أنا جايب حديد من البور لشلف، رانا نديروا ساعتين دي فوا 3 سوايع في 50 كيلومتر 50 كيلو. كون يفتحوا لوطوروت يا ربي بالك تكون واحد نص ساعة. من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه السياحيه ينقص علينا بزاف. ما ننساوش بلي كاين بور هنايا، بور تاع تنس، وحنا تنس شلف في تنس عندنا طريق واحده. في الصيف كما نقولوا حنا اختينا لوطوروت ما شاء الله. المهم تاع الصيف هذه تنقص على الواحد. 24 شهرا مدة الإنجاز، حيث سيسلم المشروع في مارس 2017. هذا ما سيسهل حركة المرور، كما سيساهم في دفع
الروبورتاج كان للزميل محمد خضراوي. سيدي الوالي، كما تابعنا هذا الروبورتاج، المواطنين متفائلين خير بهذا الطريق الذي سيفك الخناق، سيدفع بعجلة التنمية بالولاية، سيسهل من الحركية الاقتصادية، خصوصا وأن ميناء تنس سيعرف الكثير من الانفراج بهذا الطريق. سيدي الوالي، حقيقة الوضعية صعبة جدا حاليا على مستوى مدينة تنس والطريق المؤدي إلى مدينة شلف، خاصة في الموسم من الصيف نظرا لكثرة السواح على مستوى الولاية. لكن احنا ما نخممش فقط على كل حال المشروع يمشي بوتيرة لا بأس بها. سيتم استلامه في مارس 2017 إن شاء الله. مارس 2017 في 22 كيلومتر اللي حاليا في طور الإنجاز. يعني راح يفتح آفاق كذلك خاصة للمواطنين، مواطني الولاية وكذا مواطنين المتواجدين بجوار الولاية كتسمسيلت، عين دفلة، حتى ولاية غيريزان، وين فيه مشاريع كذلك في الهياكل العمومية وفي الأشغال العمومية خاصة بالسكة الحديدية. نعم. هذه السكة الحديدية اللي رايح كذلك تفتح آفاق جديدة فيما يخص مدينة تنس، وين من الناحية الاجتماعية حتى مواطني البسطاء اللي يكون في ولاية سمسيلت أو في القرى المجاورة لها من ولاية شلف، يبغى يدي ولاده للشاطئ ياخذ القطار. نعم. يعني حاجة هامة وهامة جدا من الناحية الاجتماعية. في ساعة ما عندوش إمكانيات، ما عندوش سيارة، ما عندوش وسائل، في حتى أنها تخفف الضغط المروري وربح الوقت والمال، ولكن تفتح آفاق لهذه الفئة تاع المواطنين المعوزة اللي ما عندهمش إمكانيات باش يكونوا قريبين للشواطئ. يعني السكة الحديدية هامة جدا. طبعا ازدواج الطريق هذه ما بين تنس راح تفتح آفاق قوية كذلك، راح تسمح للكثير من المتعاملين الاقتصاديين عندما ينجز يعني الميناء تاع شرشال أو قريب على ميناء تاع تنس، ممكن يستعملوا كذلك الطريق اللي راه متواجد اليوم اللي راه في طور الإنجاز. وهذه استراتيجية الدولة على كل حال، فيه أعمال متكاملة على مستوى الجهوي وين كل المنشآت تكون متكاملة. أكيد ما نقدرش نتحدثوا عن الاقتصاد دون الطرقات اللي هي عصب الاقتصاد، تسهل حركة المرور، التنقل، تنعش القطاع، وأيضا شأن ذاته بالنسبة للمطارات. سيدي الوالي، الولاية فتحت خطوط نحو الخارج. طبعا لدينا مطار على مستوى مدينة شلف اليوم فيه رحلتين أو ثلاثة على مستوى في اتجاه مدينة مرسيليا، وفي هذه الصائفة إن شاء الله سوف نزيد رحلتين باتجاه باريس، يعني نفتح آفاق جديدة لإخواننا المتواجدين في المدن الفرنسية خاصة مرسيليا وباريس اللي متواجدين كذلك على مستوى العديد من الدوائر اللي خارج الولاية، يعني في مستغانم، في عين دفلة وفي تسمسيت. عندنا عدد هائل من إخواننا الجزائريين المتواجدين في هذه المدن الفرنسية اللي راح تسمحوا لهم اليوم باش ياخذوا الطائرة مباشرة إلى مدينة شلف من ولاية ساحلية بامتياز. نتحدث الآن سيدي الوالي عن النشاط الصناعي ومنطقة التوسع الصناعي بالولاية، خصوصياتها، وأيضا نتحدث أيضا عن مصنع الإسمنت بالولاية الذي يلبي الطلب المحلي من هذه المادة الأساسية، وعرف توسعة لنشاطه. سيدي الوالي، على كل حال النشاط الصناعي على مستوى الولاية متواجد منذ عدة سنوات، ماهوش نشاط جديد. فيه مستثمرين معروفين على مستوى الولاية ولهم يعني السمعة على المستوى الوطني منذ عدة سنوات. اليوم احنا نساعد هذه المستثمرين أكثر فأكثر بإنشاء مؤسسات على مستوى الولاية. كان فيه اجتماعات طبعا على مستوى الولاية خاصة بالمستثمرين على غرار كل ما قمنا به في إطار السياحة. كنا اجتمعنا مع المستثمرين، درسنا لهم ما هي الإمكانيات اللي يقدموها من أجل الاستثمار، وكان في حوالي 1500 طلب
يعني كان في حوالي 400 450